وقد كان في قصر غمدان، وهذا قصر غمدان لا تتوهموا أنه القصر الذي هو الآن يسمى قصر السلاح أو قصر غمدان، لا، المراد بقصر غمدان قد خرب هذا القصر. وقد كان شرقي الجامع الكبير، شرقي الجامع الكبير، وهي الحارة المرتفعة بيوتها هذا قصر غمدان، والجامع الكبير قد كان حديقة قصر غمدان. فعمر المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وابن يحنس الأنصاري أن يعمر بالمسجد، فأرسله فقال إذا قدمت صنعاء فابني لهم مسجدا واجعل قبلته عن يمين جبل ضين، جبل ضين في عيال سريح ما بين همدان وعمرة، هذا جبل ضين هو هذا الجبل المرتفع الذي عليه التلفزيون والمكبرات التلفزيون، هذا هو جبل ضين. عمر وابن يحنس الأنصاري عمر الجبانة المسجد، وهو آخر الجامع الكبير عندما يسموه المشبور والمنقورة في مؤخر الجامع، هذا هو الجامع الأصلي. لكنه في أيام الوليد بن عبد الملك أمر بخرابه وإعماره جديدة، ثم في أيام المهدي العباسي ابن أبي جعفر المنصور عبره مرة ثالثة، ثم بعد ذلك جاء السلطان ابن أبي جعفر فأمر بخرابه كله وعبر هذه الوضعية. فالجامع الكبير هذا على هذه الوضعية الذي عليها هو من عبارة بني جعفر قبل 1000 سنة و100 سنة وكسور، سنة 262 عبر هذا الجامع الكبير. أما الجامع الأصلي الذي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمروه فهو مؤخر الجامع الكبير. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فروة ابن مسيك البرادي عمر جبانة صنعاء التي قبل مدينة صنعاء الذي الآن عمروا فيه مسجد المشهد، هذا الجبانة عمرها فروة ابن مسيك البرادي، ولهذا سميت الناحية هذه المنطقة اسمها مسيك، والمنطقة الثانية اسمها فروة، لأن فروة ابن مسيك البرادي عاش فيها وهو يمني وصحابي أيضا، فهي أول جبانة عبرت في اليمن، والجامع الكبير أول مسجد عبر في اليمن.